بسم الله. التوين، افرض حبيت تحرك مثلا بارت قدام ويرجع ورا تاني، او حبيت مثلا تغير في لونه، او ممكن تعملهم هما الاتنين. تقدر تعمل ده بالتوين في كذا طريقة، بس هنتعلم النهاردة ان شاء الله التوين. اول حاجة نعرف البارت. بعد كده عشان نبدأ نستخدم التوين لازم نستدعي السيرفيس بتاعه او الخاصية. هنكتب توين سيرفيس، نستدعيه بقى من خلال الجيم. نكتب جيت سيرفيس. في كذا سيرفيس هنا، منهم مثلا الريبليكيت ستورج والسيرفر سكريبت، بس دي ما نقدرش نستدعيها من لوكال سكريبت، هنتعلمهم بعدين. دلوقتي هنستدعي توين سيرفيس. وين عايزين دلوقتي نعمل انفو او او الخصائص اللي هتبقى في التوين سيرفيس، مثلا تخليه يتحرك كام ثانية، يقف عند كام، يقرر كام ثانية. فبسم الله نبدأ نعرف الخصائص. نكتب انفو. عشان تعرف الخصائص بتاعت التوين سيرفيس هتكتب توين انفو دوت نيو، تعمل واحدة جديدة. أول حاجة الوقت، هياخد قد إيه في إنه ينفذ التوين ذات نفسه. خليها مثلا دلوقتي ثانيتين. الايزي تايم في كذا نوع منهم، الأنواع دلوقتي عندكم على الشاشة اهي. يعني النهاردة هنستخدم اللينير، أكتر واحد سيمبل فيهم. نكتب لينير. كده نستخدم الايزنج دايركشن، نكتب برضه انم دوت ايزنج دايركشن. أنا بس أرتب الكود. دلوقتي عندنا الريبيت أو عدد التكرارات. مثلا أنت عملت التوين مرة، عملت ثانية ثانيتين، بعد ما يخلص الثانيتين أنت بتكرره تاني. احنا عايزين نعمله أنا مثلا يتكرر مرتين. دلوقتي عندنا الريفرس، يعني هو مثلا لو خليت برضه يروح قدام، عايز يرجع تاني ولا يفضل في نفس المكان ويكمل في المكان اللي بعديه. فاحنا فعلا عايزينه يرجع، فنكتب خليه هنا ترو، بياخد ترو أو فولس. لو بقى فولس يبقى هيروح مش هيرجع تاني، لو ترو هيروح ويرجع. بس في حاجة تاني، ديلي تايم، نشرحه دلوقتي بس مش هنا، نشرحه بس مش دلوقتي. خلينا نكمل. فهنعمل مثلا بقى نعمل تاسك ويت، عشان انت استنى شوية أول ما نخش الماب، خليه 4 ثواني. دلوقتي عايزين ننفذ الانفو ده على البر. نكتب توين سيرفيس، عشان نعمل توين جديدة نكتب كرييت. جول كرييت بياخد مننا الانستنس، هو اللي هو عبارة عن بار. هنكتب بار، وانا بيقول لك توين انفو، عايز الانفو ذات نفسه، تكتب له الانفو. ياخد تاني البروبرتي او الحاجة اللي انت عايز تغيرها. انت هنا عايزين نغير ايه؟ عايزين مثلا نخلي البار ده يروح قدام، فانت هتغير هنا البوزيشن. او ثاني جربنا نحركه على محور اني. احنا لو جربنا هنا عند ايه، احنا المفروض نحوله على محور الاكس. لو جينا نزود كده هنا عند محور الاكس 20، كده راح قدام. تمام. نبدأ نغير بقى، نكتب هنا، نكتب جوه القوسين دول او التيبل، نيجي جوه الخاصية نكتب بوزيشن تساوي، عايزين نغيره قد ايه، مثلا نكتبه هنا. خلينا نعرف البوزيشن بره عشان ما يكونش الكود طويل. نكتب لوكال بوزيشن يساوي فيكتور يمين. احنا عايزين دلوقتي اللي هو يتحرك على نفس البوزيشن بتاعه بس يزود عليه. فاحنا لازم نجيب الاول البوزيشن بتاعه ونزود زي ما احنا عملنا هنا قبل كده. هنا وزودنا عليه 20. احنا عايزين نعمل نفس الحوار، نجيب البوزيشن ونزود عليه. فنيجي نجيب البوزيشن بتاع البار، نكتب بار دوت بوزيشن دوت اكس. هو مظبوط بس مش عارف ليه مش عايز نكتب لين. نعمل الواي نفس الكلام، غير بس الحرف الأخير. عايزين نزود على محور اكس 20، نيجي هنا ونكتب زائد 20.
بوزيشن. بعد ما خلصت تعمل كرييت للتون سيرفيس عشان تشغله بقى تكتب بلاي. استنى شوية وبدأ يتحرك. قام يتحرك ويرجع تاني، هو ده الريفيرس، يروح ويرجع تاني وانا بيتكرر مرتين. فهو خلص ثانيتين كده، خلص يعتبر 4 ثواني. نحط بقى دلوقتي التوين سيرفيس جوه فاريبل عشان نقدر نتحكم بيه. لوكال ثانية مثلا توين تساوي، نحط جواه، نستخدم هنا الفاريبل. احنا دلوقتي عايزين نعمل أول ما ده يخلص يبقى علامة مثلا رسالة إن هو خلص هنا، فنكتب جوه التوين دوت كومبليت. بتقول له أول ما يخلص تعمل إيه؟ ويت. هو بيستنى يديك ثانية أول ما يخلص، يفضل مستني الكود. يعني اكتب هنا برنت ان مش هينفذ البرنت دي غير لما يستنى عقبال ما التون يخلص. شوف أول ما خلص طبعا علينا إن هو خلص. طب تمام كده خلصنا إنه يتحرك. جرب بقى بتغيير اللون. نيجي نعرف هنا برضو متغير color. احنا عايزين نعمل الكلر هنا يتغير عشوائي، يجيب ألوان عشوائية، فهنكتب color 3 دوت نيو. هنا بتقول له color 3 دوت نيو. نيو هنا بتاخد منك 3 أرقام. 3 أرقام عبارة عن RGB، هو الريد وجرين وبلو، كون أي لون. لو جينا مثلا اخترنا اللون أسود اللي بيدينا الار جي بي 00، عايزينه مثلا كله، جرب نحط كله احمر نشوف يطلع لنا ايه. لو حطيت واحد على الاخضر هيبقى اخضر واحمر وهكذا، حطينا كله هيبقى ابيض في الاخر. احنا عايزين نخليه هنا يتغير شويه. نكتب ماس دوت راندوم. هنا بيجيب لك رقم عشوائي، اي رقم بقى خلاص. هنجرب. ماشي دلوقتي عايزين نخلي البروبرتي، نخليها مثلا color هيساوي الcolor. color هنا في فرق، السي هنا كابيتال عشان هي الخاصيه هنا بالكابيتال. احنا شايفين الخاصيه هنا والحرف فيها كابيتال. مينفعش صح تستخدم الكالر، مش موجودة جوه التون، موجود بس جوه التون هو الكالر بس. فخلينا نجرب. زي ما احنا شايفين بدأ يتغير في اللون اهو، وبعد 4 ثواني هيخلص ويرجع للون الأساسي. ليه هنا رجع للون الأساسي؟ عشان انت كاتب هنا ريفيرس، ريفيرس ترو، يعني أول ما يعمل ريفيرس، أول ما يخلص توين هيرجع للحاجة الأساسية بتاعته. خلصنا الكالر والبوزيشن. طب لو عايزين نعمل الاتنين مع بعض، نعمل توين تاني بس هنسميها توين تو. خلي هنا بوزيشن، فاحنا عايزين دلوقتي نعملها بعد ولا نعملهم مع بعض؟ نعمل الاتنين مع بعض. خلينا نكتب توين تو برضو دوت، نكتب هنا بلاي، شيل البرنت دي، خش. هنا ادينا ايرور عشان الماب، يعني انت هنا استدعيت البارت قبل ما الماب ذات نفسه هنا يتحمل. فانا عشان نحل المشكله نكتب هنا عند الورك سبيس ويت فور شادو. انت هنا عملت ان هو يفضل بيستنى عقبال، يعني يوقف الكود كله ويستنى عقبال ما التست بارت هنا يتحمل جوه الورك سبيس. يتحرك. والمفاجأة الكبرى تغيير اللون ما حصلش. ليه بقى؟ عشان نسينا نكتب الاتنين. ماشي، بسم الله. وزي ما احنا شايفين اتعمل. طبعا عايزين نستخدم حاجة كده حلوة، زي ما احنا شايفين كده الكود هنا بقى طويل جدا.
احنا عايزين نستخدم هنا الفانكشن عشان يسهل لنا الموضوع ده. يعني الفانكشن يصمم لنا التون ذات نفسها هنا بس تمرر له الخصائص بتاعته. نكتب create twin. هو create twin عايزين نجيب ايه هو create twin؟ اول حاجه عايزينها ان احنا نمرر له الخاصيه ذات نفسه اللي احنا عايزين نغيرها. نكتب هنا property، سميه اي اسم مش لازم نفس الاسم. عايزين نغير كمان الانفو عشان لو حبيت تغيره يعني مستقبلا او تغير الحاجه دي هنا هتمرر برضو الانفو. وجوه دي هنا نكتب التوين، خدها نسخ، خلينا بلاي على طول عشان يشتغل اول ما تستدعي الفانكشن. خلي هنا البروبرتي، هنا الانفو، نعمل اسم متغير، اسم غير عشان نعرف نميز. نمسح الاتنين دول، كل اللي علينا بس ان احنا هنستدعي هنا التوين كرييت، نمرر له الخاصية بتاعته. أول خاصية عندنا عايزينها البوزيشن تساوي البوزيشن. ممكن نعمل حاجة تانية معاها، نحط الاتنين مع بعض. يقول لي لأ، color تساوي color. نسينا نحط الانفو. بسم الله المعين. نجحت. بس زي ما احنا شايفين عشان حطينا اتنين مع بعض، بس أول ما بيرجع هنا يعني بيرجع للمكان الأساسي، فبيرجع مع اللون الأساسي برضه عشان هنا بتعمل ريفيرس. أول ما يروح يرجع تاني نفس المكان الأساسي. طب خلينا مثلا هنا نغير ريفيرس، نشوف اللي هيحصل. كده مفيش ريفيرس، مش هيرجع لنفس المكان. بص بيرجع الشكل غريب، يعني بيروح هناك بيثبت، هو ثبت هنا بس انت هنا بيرجع الرجعة الغريبة دي. انت عملت له، كنت بتعمل هنا تكرار، بتعمل تكرار ان هو لو راح اول ما يروح مش هيثبت، يقوم راجع تاني نفس المكان. عشان نحل المشكلة دي خلينا هنا صفر، زود يعني عدد الثواني خليه 3. يعني احنا شايفين مكمل، خلاص الوقت وقف. اول ما يخلص الوقت هيقوم واقف في مكانه. وانا كنا عاملين 2 كان بيبوظ بسبب ان كنا بتمرنه البوزيشن بتاع البارت القديم، فهو بيرجع نفس المكان القديم. طيب اظن كده مش ناقصنا حاجة. ايوه في حاجة تاني بس كده تمام، مش في حاجة تاني. ودي قائمة بكل الحاجات اللي تقدر تستعملها مع الكاتون سيرفيس عشان ما تقدرش تستعمل كل الخصائص برضو. والسلام عليكم.